بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. أعزائي مشاهدينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بالخير يا رب العالمين. وحشني والله العظيم. النهاردة عاوز أقول لكم على حاجة. مرتضى لما شالوه من الإدارة عزلوه، مرتضى لما شالوه من الإدارة عزلوه، فضل يغني لوحده صحن دحن بو، ادي الواد لابو صحن دحن بو، ادي الواد لابو. ومعانا الفنان الجميل ستيفان روستي، حابب يقول لك كلمتين يا سيادة المستشار، اسمعهم. عيبك يا مرتضى يا منصور انك ما بتعرفش تعامل رؤسائك ازاي. انا صحيح خدت من الراجل ده سندوتشين فران، لكن عشان اسجنك بهم يا حبوب. ومعانا الفنان الجميل اسماعيل ياسين جاي يقول لك كلمتين برضه يا سيادة المستشار، اسمعهم منه. والنبي معلش يا مرتضى، والنبي يا اخويا معلش تعيش وتاخد غيره، فتشني فادي سلام عليكم. ومعانا الفنان الجميل عبد الفتاح الاسري برضه جاي يقول لك كلمتين يا سيادة المستشار. يا ست ازهار يا زهرهر يا صفايح السمن السايحة براميل القشطة النايحة، يا صفايح السمن السايحة براميل القشطة النايحة. أنا كلماتي ما تنزلش الأرض أبدا، هنسافر على السفينة نورماندي تو 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 تو. ومعانا فيديو جميل جدا، تعالوا نشوف الفيديو ونرجع لكم تاني. نتكلموا عن المبادئ والاخلاق، ما دام عايزين نعلم ولادنا بقى الادب، مش كده؟ على فكره انا عمري ما اسأت النادي الاهلي، هات لي مره قلت النادي الاهلي ده نادي اي كلام. عمر النادي الاهلي ما كان محترم، نادي ما عندوش اخلاق، عمره ما كان نادي قيم. جمهور الاهلي انا عمري في يوم من الايام ما غلطت فيه، خلي بالك. ده جمهور الاهلي طول عمره جمهور غير محترم، ده اللي على اكتر من لازم، والعين بالعين والسن بالسن والنادي اصلا. ما اعتقدش جمهور الاهلي المحترم يوافق على البذاءات والسفاله دي والشرمطه دي، في منتهى الشرمطه. طب بص يا استاذ، يا كذاب يا حقير يا خدام يا سيادة المستشار، يا سيادة المستشار اهدى يا سيادة المستشار شوية، اهدى. لا اهدى اهدى، انت بتقول الفاظ على الهوا يا سيادة المستشار، انت ما بترضاش تقول لما ممنوع حد يسمعها. يعني ايه الشغاله دي؟ طب اهدى يا سيادة المستشار، اهدى اهدى بس. ايه العصابه اللي في البلد دي؟ اهدى بس يا سيادة المستشار. طب اسال امك عندي جرب ولا لا؟ طب اسمع الاغنية دي. عندي طيب جرب ولا لا؟ طب اسمع الاغنية دي. وانا اسال امك انا عندي جرب، امك هنا تقول انت مش وطني؟ اسمع الاغنية دي. طيب انا عايزك تهدى. خلاص. طب نرجع لا اكمل بس كلام من فضلك قبل ما ترجع. انا عايز بس. خلاص برد على الكلاب الضاله لامي جري زي نسان ولطن. قال لا يا مامي يا مامي كلاب، انت من زملكاوي انت كلب. كون قلنا ده اسمه امك قلنا، ده شكلها ضاله. لا دول شكل كذا يا ريس. قلنا يا ام يا كلاب يا ولاد الكلب، كان يا كلاب يا ولاد الكلب يا مرتشين. ولا اخبار البطيئه يالا، ما تسال ابوك اخبار البطيئه يالا من عرباجي، عرباجي الشيحات البكابورت اللي البلد سابها ضارب، بكابورت خرا ضارب. طب نخلينا بس. بكابورت خرا طب ضارب. نخلينا بس في الهم العربي بعد اذنك يا فندم، في القضيه العربيه دي من بعد. انا اقول اللي انا عايز اقوله طبعا براحتك، بس انا بتكلم على. لا ما تقاطعنيش، ما انا تاني بقول اهو. طب اتفضل. من فضلك مش هتواجهني اقول ايه ما اقولش. لا بس علشان اصل احنا رحنا المنطقه يعني جميله ومهمه جدا فيما يخص قضيه قوميه كبيره جدا. اتفضل. كمل انت يا استاذ احمد. لا سامعك. اتفضل يا فندم. لا سامعك والله. لا استنى اهو. ده البكابورت اللي اسمه الوطن اهو قدامي. طب اتفضل يا فندم. اقسم بالله امك المعروضه للبيع يالا من ورا ابوك. طب ما انا ممكن اشتم امك يالا يا سافل يالا يا ابن السافل عادي. ما هو اللي قايل ادبه هديله بالجزمه على طول، اللي قايل ادبه هديله بالجزمه هو وامه. احنا عندنا لبن كتير. صح زمانك عنده لبن كتير يالا. هات لكم شويه لبن. انت خايف تتوقف يا احمد النهارده ولا ايه؟ يا فندم انت رايح شكلك ناوي علينا النهارده. تتوقف ونخلص منك. انا مش سامع انا مش سامع. شكلك انت قريت الفتحه علينا النهارده. اديك بالجزمه يا خاين، انت خاين وعميل يا وسخ. هو انت لسه شفت مني حاجه يا تافه يا اخي؟ انا بقول لك اهو انت تافه ووسخ وخاين. يا قليل الادب يا سافل ده امك يا كلب. ها يا كلب تاني بقول لك انت كلب ولا تسوى.
خلاص اتفضل اللي بعديها. اللي ايه الادب السافل يا سافل؟ ايه قله الادب دي يا سافل؟ طب ما انا عايز اديلك بقى صحن كسكسي باللبن اللي عندك، وانا عندي بليله بالزبيب. يلا بطل قله ادب يا واد، بطل قله ادب يا سافل. الكلام اللي هنا مسحوره بتطلع، الكلام المسحوره كلها بتطلع. بص يا سيدي، هلا يا وسخ، بقول لك تاني يا وسخ. ولو راجل قرب من نادي الزمالك انت ومجلس نقابتك، لو رجاله قربوا منك، قربوا يا سافل. الكلب التاني. طب يا مرة عرفت الاخبار يالا؟ مش يا وسخ يا كلب يا ابن الكلب، ها يا سافل ايه الادب يا واطي، يا كلب يا كلب يا ابن الكلب. امي اشرف منك على الاقل، خلفت راجل شريف مش حرامي، تاني مش حرامي، وعندي 6 بنات شرفة، ما عنديش لا مؤاخذة حد اتمسك في قضايا دعارة، قواد وبيطلع رخص دعارة وبيقف على بيوت الدعارة بره عشان ياخد الفلوس بتاعت النسوان اللي بتخش الدعارة. خلاص ارهابي كلب مجرم حرامي. عايز مني حاجة تانية؟ يالا كلب ابن كلب. وبقول لامه لم ابنك. هو انت فهمت دلوقتي؟ لم ابنك يا كلب يا ابن الكلب يا واطي، يا اللي ما عندكش اب يربيه، يا كلب يا ابن الكلب، يا اللي امك واطيه زيك. لكن انت لو محترم ما بتهزش. انا اتفضحت انا والله العظيم هرجعك المجلس بتاعك عريان من غير فضول، من غير من ستات. تاني انا ابو سافل مش متربي يا مجرم يا خنزير. الواد ده خدام عندك خلاص، شاذ يعني. ده ايه الادب؟ بقول لك يا شاذ، ايه القرف اللي احنا فيه ده؟ معلش اهدى. هو الزمالك بقى تل ابيب؟ خلاص يا سياده المستشار، الزمالك بقى رمين؟ اهدى بس اهدى. ايه الاجرام ده؟ خلاص يا سياده المستشار، والله رسالتك وصلت خلاص. عايزك تهدى بس، انا عارف. ليش ملك الادب؟ معلش يا سياده المستشار، انت والنبي يا سياده المستشار. يا جزمه قديمه. شفنا الفيديو واتفرجنا على الإساءة والألفاظ الخارجة اللي بيقولها سيادة المستشار للناس العفيفة، الناس الجميلة بدون أي وجه حق. ناس جميلة ليه بتغلط في الناس؟ ليه بتغلط في الناس؟ ده انت مثل مشرف. وعاوز أقول إيه القرف ده؟ 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 وبكل الحب بشكركم، سعدت بلقائكم، وتحياتي لكم اخوكم جمعة شو، وتمنياتي لحضراتكم بالنجاح والمستقبل الجميل، وارجو من حضراتكم تتابعوني عشان خاطري انا، عشان خاطري يا ناس، عشان خاطري تابعوني على قناتي جمعة سطلانة، عشان انا بحبكم في الله، وقفوا معايا وان شاء الله مش هتندموا، والسلام عليكم.